يقولون أن البعثة الجزائرية غطت صورة الملك. الغريب أن الفندق مليء بالكاميرات، لكن الفيديو اختفى. يقولون أخفي العلم المغربي، لكن الدليل الوحيد هو قيل وقال. في زمن الذكاء الاصطناعي ما زلنا نحاكم بالنية لا بالصورة. اتهام جاهز، قصة جاهزة، وبطل جاهز، دون مشهد واحد موثق. نحن فقط نسأل سؤالا بسيطا: إن كانت الكاميرات موجودة، فأين التسجيل؟ الجزائر جاءت لتنافس على الكأس، ويبدو أن هناك من ينافسها في الخيال فقط. في تطور جديد يسبق انطلاق منافسات كأس إفريقيا، أصدرت إدارة فندق ماريوت بالعاصمة المغربية الرباط، الذي يستضيف بعثة المنتخب الجزائري، تنبيها رسميا للبعثة بدعوى وقوع تصرفات وصفت بغير اللائقة داخل بهو الفندق وقاعة اجتماعاته. وحسب ما تم تداوله، فإن إدارة الفندق ادعت أن أحد أفراد البعثة الجزائرية قام بحجب صورة الملك محمد السادس عن مرأى الجمهور، إضافة إلى إخفاء العلم المغربي وسط أعلام المنتخبات المشاركة، وهو ما قالت إنه تم اكتشافه بعد مراجعة كاميرات المراقبة. لكن وقبل أن تساق الاتهامات جزافا، وقبل أن يراد توجيه الرأي العام في اتجاه واحد، يجب أن نتوقف هنا ونسأل السؤال الأهم: أين الدليل؟ أين هو الفيديو الذي يثبت بالصوت والصورة أن البعثة الجزائرية هي من قامت بهذا الفعل؟ نحن كجزائريين نعرف جيدا ما يحاك لمنتخبنا، وندرك تماما حجم الاستفزازات التي تمارس علينا منذ سنوات في الملاعب وخارجها، ونعرف أيضا أن مثل هذه القضايا تستغل أحيانا لخلق أجواء مشحونة وضرب الاستقرار النفسي للمنتخب قبل البطولات الكبرى. دعونا نكون واضحين جدا. أولا، تلك اللوحة التي تضم صورة الملك، إن كان هناك من أهان الملك فليس المنتخب الجزائري. الصورة وضعت بطريقة غير لائقة، أقرب إلى لوحة فنية عادية، وكأن الحديث عن رسام لا عن ملك دولة. الصور الرسمية للملوك والرؤساء تعلق باحترام في أماكن واضحة وعلى الجدران، لا تترك عرضة للتأويل أو الجدل. ثانياً، نحن نتحدث عن فندق دولي من أرقى الفنادق، يضم عشرات الكاميرات في كل زاوية وممر، وأنا أتحدى أمام العالم وأمام الصحافة الدولية أن يتم نشر فيديو واحد يثبت أن البعثة الجزائرية هي من قامت بتغطية الصورة أو إخفاء العلم. إن كان الأمر صحيحاً فليعرض الدليل، أما إن كان مجرد اتهام بلا برهان فذلك يعد استفزازاً مرفوضاً ومحاولة لتوريط المنتخب الجزائري في صراعات جانبية. البعثة الجزائرية معروفة باحترافيتها، بانضباطها، وباحترامها لقوانين الاتحاد الإفريقي وقيم الرياضة. لا لاعب ولا إداري ولا عضو في الطاقم الجزائري له مصلحة في افتعال مشاكل سياسية داخل بطولة رياضية. نحن هنا من أجل كرة القدم، من أجل المنافسة الشريفة، ومن أجل الكأس. لكن للأسف يبدو أن هناك من لا يزال يصر على خلط الرياضة بالحسابات الضيقة واستفزاز المنتخب الجزائري بكل الطرق، ثم لعب دور الضحية. ولهذا فإنني أوجه نداء صريحا لكل الجزائريين: شاركوا هذا الفيديو على أوسع النطاق ليصل إلى من يسمونه بالعياشة، وليصل إلى إدارة الفندق، وليصل إلى الرأي العام. الحقيقة لا تخاف، ومن يملك الدليل لا يتردد في نشره. أما نحن فنقولها بثقة وهدوء: المنتخب الجزائري سيبقى محترما، مركزا وقويا، وكل هذه المحاولات لن تثنيه عن هدفه. وبإذن الله سنأخذ الكأس من أرضكم داخل الملعب وبالكرة فقط، هناك حيث لا مكان للاتهامات ولا صوت يعلو فوق صوت الفوز.